اكتشفت ان خطيبتي بتمارس ابشع حاجة ممكن تتخيلوها. المصيبة انها بتمارسها مع اصحابها، والكارثة بقى اللي اكبر من كده ان مارستها كمان معايا، وانا مش عارف من ساعتها اتصرف ولا اعمل ايه. انا لقيتها بنت مؤدبة وهادية ومعانا في الشغل وملهاش حس، وبعدين ايه، بتقعد على جنب كده لوحدها، ولا بتجيب سيرة ده ولا بتجيب سيرة ده وبتاع. ودايما بلاقي ان الناس وزمايلنا يعني سواء بنات او ولاد هم اللي بيجوا حابين ان هم يقعدوا معاها ويتكلموا معاها وبتاع، لكن هي دايما في حالها كده وساكته. فقلت بس يا واد، يعني انا طبعا كان في بوادر كده حب جوايا، لان شكلها كمان حلو وجميله جدا، وعارفين الملامح اللي هاديه قوي منها فيها من نفسها دي، من غير بقى بهرجه ومن غير بهرجه مكياج والكلام الفاضي ده، لا هي ملامحها كده. فبصراحه عجبتني جدا، وقلت بس هي دي شكلا وموضوعا كلها على بعضها نفس النوعيه اللي انا بحبها. وبما ان قلبي كمان ده، فقلت خلاص يبقى كده ايه، سبحان الله الموضوع كامل متكامل. فرحت قلت لها بصي انا سكتي دغري، اديني رقم والدك او عنوانكم علشان انا عايزه اتقدم. فلقيتها هي في الوقت ده بتبصلي كده وضحكت ضحكه انا مش قادر اتخيلها لحد دلوقتي. ضحكه انا مش عارفه اقول ضحكه خبيثه ولا ضحكه شريره ولا ضحكه طيبه، مش مفهومه. بس المهم يعني ده الكلام ده وقتها انا ما ركزتش فيه. المهم قالت لي طبعا طبعا بكل حنيه وبكل هدوء كده. ففهمت طبعا ان هي كمان يعني اما انا عايز رقم والدك ولا عايز عنوانكم ليه؟ اكيد عشان حاجه اتقدم لك. فلما لقيتها بتقول لي طبعا طبعا وكده، ففهمت ان هي موافقه طبيعي. فلقيتها على طول راحت كاتبالي رقم والدها في التليفون وبتاع. فقالت لي اتفضل ومش عارفه ايه. المهم يعني بدون دخول في تفاصيل كتير، خدت الرقم وكلمت الراجل في التليفون وقلت له انا عرفته على نفسي وانا فلان والقصه اللي انتوا بتبقى فاهمينها دي كلها. فقال لي يا ابني شرفنا والحكايه دي. وفعلا حددت معاه ميعاد ورحت رايح له، اتكلمنا في التفاصيل، قلت له انا بتقدم لبنتك المهم يعني بعد الحكايه دي كلها وافق وهي وافقت واتخطبنا، واحنا طبعا مع بعض احنا الاتنين في الشغل مفيش اي حاجه. فبدات علاقتي بقى بيها تبقى كعلاقه اتنين مخطوبين وزمايل برضو في الشغل. انا في اول الموضوع حسيت ان انا متفاعل، مش متفاعل معاها بمعنى متفاعل، حسيت ان انا مشدود لها شده غريبه جدا. فقاعد مع زمايلي كده في الشغل وبتاع، فبقول لهم يا جماعه انا يعني بنتكلم بقى كرجال، قلت لهم يعني بقى ما باركوا لنا بقى على الخطوبه والكلام ده، قلت لهم انا حاسس ان انا مشدود لها شده غريبه جدا. فلقيتهم بيقولوا لي على فكره هي حد بيجذب، ففي شخصيات كده بتجذب اللي قدامها وبيتشد لها طبيعي، ممكن من ملامحها من طيبتها من اخلاقها، في ناس كده بتتشد لها طبيعي عادي يعني. وعلى فكره احنا كلنا عندنا الانطباع ده، فاحنا حرفيا كلنا مشدودين لها بنات وولاد وبتاع. فقلت طب يبقى ايه يعني، دي حاجه من عند ربنا ان الناس كلها اللي حواليها تحبها، ودي حاجه حلوه طبعا. ما جاش في بالي بقى اي حاجه تانية خالص ولا اي سكه تاني. المهم جيت بعد فتره حسيت ان في ان انا يعني لما يحصل اي مشكله ما بيني وما بينها وتبقى هي اللي غلطانه مليون في المية، يعني هي اللي غلطانه، لقيت نفسي دايركت بكلمها، انا اللي بتكلم. طب انتي اللي غلطانه، المفروض ان انا استنى مثلا لما هي اللي تتصل بيا وتعتذر لي؟ لا. وبعدين اكتشفت حاجه فيما بعد كده، قاعدين في الشغل بلاقيها يعني قاعده يعني عارفين الانسان اللي هي حاجه شبه كده يعني، اللي بيحضر مثلا اروح حد اعمل كده وبعدين تسكت. دي حاجه انا لقطتها كده يعني. فجيت مره بكلمها في البيت فاتاخرت جدا على بال ما ردت، ولقيت مامتها بترد عليا. فقلت لها هي فين؟ هي المفروض ان هي مش ان هي صاحيه، وقايله لي ان لا انا ما بنامش دلوقتي وصاحيه. قالت لي يا ابني هي صاحيه بس في اوضتها وقافله على نفسها من جوه. فبقول لها ليه يعني ليه يا طنط؟ طب ادهاني اكلمها طالما صاحيه وايه قافله على نفسها، ليه بتعمل ايه؟ في حاجه يعني؟ مش هي كويسه؟ قالت لي يا ابني كويسه مفيش حاجه، هي بس تحب تقعد مع نفسها شويه، تقعد مع نفسها. فانا ما فهمتش القصه.
انا ما فهمتش الموضوع. فين وفين بقى انا بدات الاحظ شويه حاجات كده غريبه وتصرفات وحاجات عجيبه. المهم فين وفين بعد 4 شهور خطوبه انا برضو كل ده عماله اقول ايه، هي عندها روحانيات بينها وبين ربنا، هي شداني ليها وبتخليني انا اللي اتعامل معاها بطريقه معينه غريبه. انا نفسي بقيت مستغربه. فقاعد معاها كده وبدردش معاها، فكنا بنتكلم على حادثه معروفه جدا انتشرت الفتره اللي فاتت، الناس اللي هي بتمارس التخاطر وعلوم الطاقه ومش عارفه ايه. المضيفه اللي كانت قتلت بنتها، طبعا يمكن معظمكم عرفوا القصه دي. فقاعد بتكلم معاها وبقول لها تخاطر ايه شغل الجن وشغل العفاريت ده. فلقيتها بتبص لي كده قالت لي لا 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 اوعى تقول كده، دي حلوه جدا على فكره، انا بعرف اعملها وعملتها كتير مع اصحابي. وبعدين هي ايه، من كلامها، من اسلوبها في الكلام حست انها غلطت، اللي هي ايه الحوار اللي دار بيني وبينها فخلاها تقع بلسانها في الكلام، ما ركزتش. فانا بقول لها انا طبعا كنت مركز جدا، فبقول لها ايه هو ده اللي انت عملتيه مع اصحابك؟ فطبعا انا فهمت انها بتمارس التخاطر ده مع اصحابها وانها مارسته كمان معايا. لانها قالت لي ليه انا عملت الكلام ده مع اصحابي ومعاك على فكره. وبعد كده فبقول لها هو ايه ده اللي انت عملتيه معايا ومع اصحابك؟ قالت لي لا يا حبيبي ده انا بهزر. فانا طبعا بدات اشبك واربط الحوارات كلها مع بعض. انا حاسس ان فيا حاجه غريبه بتحصل اوقات كده، بطلع مره واحده. هو الاحساس على فكره يا جماعه انا مش عارفه اوصفه لكم، وانا كسماح برضو انا مش فاهماه. من يعني هو بيقول لي مش انا مش عارفه اوصفه لك عشان توصفيه للناس، فانا فعلا مش عارفه اوصف هو ايه اللي حاسس بيه بالظبط. فالمهم ان هو كان بيحس بحاجات، اندفاعات وحاجات، يبقى قاعد في امان الله يلاقي نفسه فجأة لا عايز يكلمها دلوقتي، لا عايز يقول لها حاجة معينة، حاجات من هذا القبيل يعني، اللي هي بتاعة لأن التخاطر ده ليه ممارسات معينة وليه حاجات طقوس كده بيعملوها معينة برضه. فطبعا لما وقعت بلسانها ورجعت بقى جابت ورا اللي هو ايه، لا يا حبيبي ده انا بهزر معاك، اصلا انا قريت يعني في المواضيع دي كتير وبتاع. فربط الاحداث، عارف ان هي فعلا بتعمل كده. وبعدين فجأة بدأ يحس ان اصحابها وزمايلها وبتاع بدأوا ايه، مش ما يحبوهاش او مش تقريبا يعني والله اعلم حد عرف ان هي بتمارس الحوار ده. وواضح ان هم عرفوا، لان يعني انا بعدها بكام يوم لما رحت الشغل فبتكلم مع زمايلنا لقيتهم كلهم يعني بنتين وولد كده قاعدين اللي هو ايه، بصوا لي كده قالوا لي هو انت عرفت؟ فقلت لهم عرفت ايه؟ هو انت عرفت موضوع التخاطر ده؟ قلت لهم انا قريت عنه وبعدين كذا كذا. فقالوا لي لا اصل احنا فاكرين حاجه تانية. فبرضه هم كمان كلامهم يعني وضح لي ان هم عرفوا او فهموا، معرفش بقى بطريقه ايه او عرفوا منين يعني ان هي بتعمل كده وان هي بتمارس كده فعلا. فدلوقتي انا مش عارف اضرار الموضوع ده ايه. انا قريت بقالي فتره بقرا فيه، بس مش فاهم ومش عارف دي واحده زي الانسانه دي هقدر اعاشرها ازاي. ما انا ممكن اقول لها بقول لك ايه، انا عرفت ان انت بتعملي كده فما تعمليش كده تاني، بس ما انا مش هعرف اذا كانت هتستجيب ما هي ممكن تقول لي حاضر يا حبيبي مش هعمل كده تاني وتعمل، لان دي حاجه انا هعرفها منين؟ هعرف منين هي عملتها ولا ما عملتهاش ولا بتعملها ولا لا؟ هتقول لي كلمتين تقول لي حاضر مش هعملها وخلاص، بس هتفضل مستمرة فيها. لان اللي عرفته برضو ان هي ممكن تجيب رجل واحد يعني، وده اللي فهمته، ان هي جابت رجلي وخلتني اروح اخطبها بالطريقة دي. فواحدة زي دي بتمارس الحاجات دي ينفع الواحد يتجوزها ويعيش معاها ولا هيبقى عايش في خطر؟ ممكن يلبسها جن ولا يعني هتبقى حياتها معايا ازاي؟ هبقى حاسس ان انا ماشي وراها وانا مغيب، ولا الوضع ده بيبقى عامل ايه في الحياة وفي العيشة، ولا اخدها من قصرها وافسخ الخطوبة ونخلص؟ فانا عايز بس افهم حد مر بحاجة زي كده، واللي مر بحاجة زي كده
عمل فيها ايه. طبعا انا كسماح انا معرفش اقول لك اعمل فيها ايه بصراحه، بس من واقع القصه دي، اولا التخاطر ده حرام عشان نبقى متفقين، ومن الاخر هي الاخر ولا اول بنت، فخدها من قصرها واقصر الشر وابعد عن الشر وغني له وافسخ الخطوبه دي. لا ليه بقى؟ لان اللي بتتعامل بالطريقه دي انت فعلا بتبقى مغيب وبتبقى تحت طوعها، هتخليك تعمل حاجات اللي هي بتفكر فيها. هو موضوع التخاطر ده، عارف انت لما يكون حد داخل مخك وبيشوفك انت بتفكر في ايه بيصدر لك معلومات يخليك تنفذها، هي عامل كده بالظبط. هي بتبقى هي مخك بتخليك تعمل حاجات انت مش مستوعب انت بتعمل ايه. ليه انا اعيش مع واحده انا حاسس ان انا مش انا، انت لسه على البر والموضوع مش مستاهل، فلا طبعا سيبها. خصوصا ان يعني هي جابت يعني هي اللي خلتك تروح تتقدم لها، وهي يعني موضوع صعب بصراحه. فانا من وجهه نظري ومن رايي عرفت مساوئه ايه، عرفت ابعاد الموضوع ايه، كله على بعضه هو حرام. في كل حال من الاحوال ابعد عن القصه دي واقفل عليها خالص خالص، وشوف لك واحده تانية بنت حلال كده، لا تخاطر ولا عفريت ولا شعوذه ولا جن ولا اي حاجه ولا طاقه حتى، ولا الكلام الغريب ده رأيي بصراحة، من غير حتى ما نعرف التفاصيل القوي اللي جوه الموضوع. هو الموضوع مش حلو حرفيا، فبلاش من الموضوع ده خالص. اللي عنده بقى تجربة او حوار او يفهم قوي في حوار التخاطر ده والممارسات بتاعته دي، ممكن يفيدوا في الكومنت بقى، يكتب لنا ايه اللي هو يعرفه او ايه المعلومات اللي يعرفها عن القصة دي. خلصت حلقة النهارده، يا رب الحلقة تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة او اي تجربة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.